العجينه ديال البيتزا اللي معتمده عندي سنين وعمرها حشمتني، كنديرها ليله كامله في الثلاجه وكتعطي نتيجه بحال ديال الزنقه تماما، كتجي خفيفه مهويه مفشفشه وباقل مجهود، ووصفه اللي ناجحه 100%. ضروري تجربوا. غنحتاجو هنا 2 كيسان ديال الحليب، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره، شويه ديال الزعتر اختياري كنخلط، وكنضيف 500 غرام ديال الدقيق يعني 5 ديال الكؤوس، وشويه ديال الملح كنضيفها في الاخير، واخر حاجه كنضيف زيت الزيتون. العجينه تكون مرخوفه، خاص ضروري تكون كتلتصق بزاف للدين، هذا هو القوام ديالها. ندهنها بشويه ديال الزيت نغطيها وغادي نديرها ليله كامله في الثلاجه. بعد مرور ليله كامله هذا هو الشكل ديالها. كنقسمها 3 ديال الكريات، ندير لهم شويه ديال الدقيق ونغطيهم ونخليهم واحد نص ساعه. بالنسبه للصلصه غادي نديروا واحد معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه ديال الطحين، ونبقى نحرك حتى كيطيب داك الدقيق. نزيد كاس ديال الحليب، وغادي نزيد 200 مليلتر ديال القشطه الطريه ولا لا كريم فريش. غادي نستعمل هذه ديال الاولى، كتعطي واحد المذاق زوين، راه موجوده في كاع الحوال. غادي نزيد رشيشه ديال الملح، شويه ديال البزار، شويه ديال الثوم غبره، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الفرماج اختياري، وكنخليها حتى كتغلى وكتعقد، وكنديرها في واحد الاناء نغطيها بلاستيك اللي يكون ملامس السطح ديالها. صافي كنسرحوا العجينه ديالنا بالطريقه العاديه، خليو الاطراف غلاظ، حاولوا غير تبقاو تجبدوا العجينه بهذه الطريقه هذه وتكون رقيقه. ديروا ديك صلصه الجبن هكا في الوسط، كتعطي واحد المذاق بنين بزاف. غادي ندير المفرماج موتزاريلا وكنعمروها باي حاجه بغيتو. انا درت الثوم، الفلافل، شويه ديال الزيتون، شويه ديال البصيله، رشيشه ديال الزعتر، وشويه ديال زيت الزيتون. طيبوها على الفران اللي كيكون سخون من قبل، اعلى درجه 250 درجه، العافيه تكون من فوق ومن التحت. ومن الاحسن كاع تسخنوا ديك المقله اللي غطيبوا فيها باش كتجيكم منفوخه بحال ديال الزنقه. شوفوا كيفاش كتجي مهويه مفشفشه بنينه. جربوها بعينكم مغمضين، وصفه اللي ناجحه. العجينه البارده كتجي رائعه بزاف. وما تنساوش تخليو لي لايك الفيديو بالصحه والراحه.